من جديد بيظهر لنا قلب الصعيد المصري النائي في قائمة أهم 100 فيلم سينمائي مصري في القرن العشرين، والمرة دي مع رواية عميد الأدب العربي الأديب طه حسين، دعاء الكروان، اللي حولها للسينما المبدع الكبير هنري بركات سنة 1959 في فيلم لعبت بطولته الرائعة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. ده أول يوم ليا في طارق، وإن كان ليا معاه مع الليل حكاوي ابتدت من سنين. ابتدت لكن تنتهي إمتى؟ وإيه حتكون النهاية؟ يا رب قوتك لأجل ما أسوي اللي في خاطري. الفيلم اللي كتب له السيناريو والحوار يوسف جوهر دارت أحداثه حوالين مفهوم الشرف والعار في تقاليد عالم الصعيد المغلق، والثأر والرغبة في الانتقام لما تتحول لحب وتسامح. وده من خلال قصة أمنة، البنت البسيطة اللي بتشهد على قصة عشق أختها هنادي ببشمهندس الري اللي كانت بتشتغل في بيته. القصة اللي بسببها قتلها خالها عشان يغسل عاره. الجريمة اللي فرقتها عن أختها وما قدرتش أمنة تتجاوزها أبداً، وبدأت جذور الكره والرغبة في الانتقام والثأر لأختها تكبر جواها وتغطي على بصيرتها وبراءتها. هنادي وأمنة بنتين أيتام، أمهم كانت بتقوم برعايتهم، وخالهم اللي لعب دوره الرائع المهيب عبد العليم خطاب في واحد من أروع أدواره هو الوصي عليهم. ولأن البنات ما كانتش بتتعلم في الوقت ده في الصعيد في فترة الأربعينيات والخمسينيات، كان مصدر رزقهم الوحيد هو الخدمة في البيوت عشان أكل العيش. أمنة كانت بتخدم في بيت مأمور القرية، أسرة بسيطة من الطبقة المتوسطة، وعندهم بنت مدللة تقريباً في نفس عمر أمنة. لكن نصيب هنادي وداها للخدمة في استراحة مهندس الري اللي لعب دوره الفنان الكبير أحمد مظهر، شاب من المدينة أعزب ووحيد وحاسس بالملل بسبب بطء إيقاع الحياة في البلد الصعيدية النائية. بيضيع وقته في السهر والسكر، وبيغرر بالفتيات الريفيات السذج لإشباع رغبته في الإثارة والتغيير. وكان من ضمنهم هنادي، أخت أمنة الكبيرة، واللي دفعت حياتها بسبب حبها ليه وبراءتها وسذاجتها على إيد خالها اللي غسل عاره بإيده بعد ما قتل الضحية وساب الجاني الحقيقي. عملتها يا جابر. هنادي ما ينبكي عليها. هنادي أمنة رفضت إنها تسيب البلد وتمشي زي ما أمها كانت عاوزة، وده بعد ما رغبتها في الانتقام من الجاني اللي كان السبب في اللي حصل لأختها سيطرت عليها، وصممت إنها تنتقم منه، وخصوصاً لما اتأكدت بنفسها من اللي بيعمله مع كل البنات اللي بيشتغلوا في الاستراحة عنده. وجات لها الفكرة إنها تروح تخدم عنده في الاستراحة عشان تكون قريبة منه وتعرف تنتقم لأختها. بس أمنة ما توقعتش أبداً إنها بدل ما تعذبه وتكويه بنارها إنها هي اللي هتكون الضحية، ضحية الحب، ضحية التعلق ما بين الفريسة والمفترس، ضحية سيطرة فكرة الانتقام اللي اتبدلت بالتسامح والحب مع مرور الوقت، وفضلت في صراع نفسي رهيب عبرت عنه الرائعة فاتن حمامة بأداء احترافي راقي جداً، خصوصاً من خلال المونولوج الداخلي اللي كانت بتنقل لنا عن طريقه العذاب الرهيب اللي كانت عايشة فيه بعد ما بقى عدوها الأول اللي حرمها من أختها هو نفسه حبيبها اللي عاوزة تحميه من نفسها قبل أي حد، واللي بتفقده في آخر الفيلم
لما خالها بيقرر يتدخل من جديد، بس المرة دي بينتصر الحب وبيموت المهندس وهو بيدافع عن أمنة حبيبته اللي كانت عاوزة في يوم تقتله. دي أسعد لحظة في حياتي، إني شايفة عينيك الحب. حياتي مش غالية عليكي، هي المهر الوحيد اللي كان ممكن يصالحنا على بعض. الكاتب الكبير طه حسين قدم لنا صورة من تقاليد المجتمع الصعيدي المغلق، وقد إيه أفكار الشرف والحب والثأر مفاهيم مسيطرة جداً على العقليات في مجتمعات زي كده. وأبدع المخرج الكبير هنري بركات في استخدام عناصر البيئة الحقيقية في تشكيل صورة الفيلم وإبراز معانيه. وظف الصورة والصوت بشكل شاعري، خصوصاً صوت الكروان اللي بقى رمز للحزن والضمير والنداء الداخلي. مال أنا حسدت؟ أبدا، أصلي سمعت الكروان. واللي يسمع كرواني كشر، ده بيقول الملك لك لك يا صاحب الملك. وساعات بيقول أشكيه لك 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 يا صاحب الملك. والموسيقى العظيمة اللي ألفها أندريا رايدر، واللي عبرت بشغف عن مأساة رومانسية خالدة وارتبطت بشدة بموضوع الرواية والفيلم في وجدان عشاق الدراما والسينما والأدب طول الوقت. دعاء الكروان ما كانش مجرد فيلم عن جريمة قتل بسبب الشرف، لكنه فيلم عن قسوة التقاليد لما تتحول لأداة للظلم، ظلم الضحية أكتر من الجاني. فيلم عن مكانة المرأة في مجتمع مغلق بيستمر في القهر والكبت والاستقواء على الجانب الأضعف. وعشان كده أثار جدل كبير عند عرضه لأول مرة، لكن ده برضه كان السبب اللي خلاه بيحتل المركز ال14 في قائمة أهم 100 فيلم في السينما المصرية في القرن العشرين، لأن دعاء الكروان فيلم علمنا قد إيه ممكن السينما تتجاوز الأدب وتنقل الأفكار أحياناً بجودة وحرية وإتقان أكتر من العمل الأدبي الأصلي. دعاء الكروان فيلم قدر يناقش قضية اجتماعية معقدة بعمق إنساني ومن غير خطاب مباشر أو شعارات. فيلم عن الانتقام، عن الألم، لكن كمان عن القدرة على الحب والتسامح.